In this video we're gonna glow the up. وينك في السمر باجي؟ Social anxiety تخاف مني. I failed. impossible. ظهري قسيتها أكثر من اللازم البنات. وتوا من بعد ما حضرت الخلطة متاعنا I got the rice bran oil. هذيا فاعل We're gonna have fun spending money. هذيا سطل هير ماسك. جاني كولي صغير من شين. ما فهمتش شنو تركيبته الحقيقة هذا. أنا ممشيش معايا جملة. السلام مرحبا بكم في فيديو جديد. اول ويكلي فلوج نعمله على اليوتيوب. نعرفكم باور نيو ممبر سبايسي. هاي I'm spicy. ولا لو لعبة ولا بلا رجع ارقد بيك ما تريدس يا كتوس انتي. In this video we're gonna glow back up. حسيت روحي يلزمني نبدل، يلزمني نتلهي روحي وأمام طون يلزمني نتلهي باش اليوتيوب متاعي. باش نهزكم معايا الماي جلو اب جورني. فما برشا عادات باهية كنت نعملها قبل وقسيت عليها، كيف مثلا اني نعد الكالوريز متاعي كل ما ناكل. تو ما عادش نعد وما عادش اصلا عادشتها اهتمام. دونك اللي يحلى في عيني نحطه في كرشي. نحب نرجع للجيم، نحب نبدا نتراكي الكالوريز متاعي و I really wanna glow up physically and mentally. دونك تو انا مازلت كي قمت وباش نمشي نعمل فطور الصباح. obviously you're gonna hello ريقي شيحولي. anyways انا تو باش نقوم بطبيعتي نعمل فطور الصباح. دونك come with me. مانيش نعمل ليلي كهو. It's gonna be for me and my husband. So obviously باش نستحقوا للميزان على خاطر باش نحسب الكالوريز متاعي. باش نعمل القهوة بالكراميل. جنب جوست باش تكون كزينة ولا كيفاه. اوكي منعرفش اسكو تحسوه aesthetically pleasing ولا. باش نحط the coffee. هذه هي ريزولتا. تو باش نحطوا الثلج. انا عندي هذه ديما نحط فيها الثلج، والحاجه الخايبه فيها اللي انا كيف نقوم الصباح نلقاها يابسه على الاخر ما تتحليش. دونك ديما يلزمني نحط في وسطها شويه ماء سخون حتى لين هكا نحسها هذيا تحلحزت من بلاصتها شويه باش نجم نحلها ونحط الثلج. مش نخلي الثلج لين يذوبه على بال ما نستناها باش نعمل الافوكا. وهكا عنا الافوكادو. نحط ملح، فلفل اكحل، عصرة قارص. التليفون خطلو يعمل ميزاجور جست بعد ما انا عملت فطور الصباح. دونك ما نجمش نصور لكم بالكدا وبخلني على الاخر. قلت مانيش نمشي للصاله سبور، مانيش نمشي نترينا. اما من بعد نلقى الطقس تحفون على الاخر والحقيقه قلت it's now or never. social anxiety تخاف مني. تني ليترلي قاعده نمشي في وسط العباد، ما فماش برشا عباد. شاده الميكرو ونحكي تقوش علي نعمل في فيلم وثائقي.
هلو، تونا احنا في النهار الثاني وحبيت اليوم نعمل سكين جوس. باي ذا واي باش نحكي لكم على البارح، حسيلو I failed من بعد ما صورت لكم معناها الميلز اللي كليتهم وكل شيء. من بعد جيت عقبات الليل و I craved something anything I craved وكهو مع جعت على الاخر. I ate some cheese and I don't even remember. اما كنتش حاجه كبيره اللي كليتها، اما كمان ما حبيتش نبلبز الحقيقه، حبيت نقف على 1600 وايش على خاطر انا اصلا حتى الماكسيموم تاعي 1500. وقت اللي مشيت نكلكل في الكالوريز متاعي باش نعرف بدني قدرش يحرق وقت اللي نبدا معناها ما نعمل في حد شيء like little to no exercise، نلقى اللي هي 1700 هكاكا. دونك انا كي نحب نضعف لازمني نقص 500. I have to eat 1200 كالوريز في النهار اللي ما نترينش فيه، واللي نترينا فيه هكاك انا وقداش حرقت في الانترينمون هذيك. دونك 1200 شويه على الاخر، وانا البارح ما نجمتش حتى 1600. اليوم باش نحاول اكثر انه نصلح من العادات نتاعي، سورتو اللي البارح لي شوا نتاع الماكله اللي اخترتهم ما كانوش باهين جمله. يعني what do you mean you're on a diet and your lunch is burger؟ اللي باش نعملوه هو اني نفهم روحي اكثر. مثلا انا فطور الصباح بالنسبه لي بالرسمي يقوم مانيش جيعانه جمله وننساه، معناها ساعات اصلا نعيش من غيره عادي. معناتها انا مشكلتي في الليل، ناكل في الليل. هي عاده خايبه نعرف، اما for now I will go with the flow حتى لين معناتها نجم نحي العاده هذيك ونولي على الاقل نرقد بكري، ووقت اللي نرقد بكري نولي معناتها كمان ما ناكلش مؤخر. بريف ملخص الحكايه اللي انا باش نولي اللي نحب ناكله الصباح ناكله في الليل. الكالوريز نحكي لكم على الكالوريز، مش معناها باش نعمل قهوه في الليل. مثلا انا كليت البارح 400 كالوريز الصباح، نخليها هذيك لليل، ما نروحش ناكلها الصباح خاطر literally الصباح انا I'm not hungry، دونك زيد باش ناكل انا مانيش جيعانه معناتها. دونك توا نحب نعمل معاكم سكين جوس نشربه هكا كل صباح، يعني مش يكون كالوريك سيسور. دونك شنو عندي قدامي لهنا؟ عندنا لهنا 3 كعبات سفناريا، 3 كعبات تفاح، كعبة بتراف اللي ممكن برشا نستعمل شطرها، وعنا الماء. حبيت نقولكم اللي انا بدلت البلندر هذيا على خاص نوع باش نقعد عامين نرحي. عملت عصرت السفناريا وعصرت التفاح وعصرت البتراف وكيف كيف باش نصفيه. وتوا من بعد ما حضرت الخلطة متاعنا باش نحطها في اي دبوزة باللار عندي. سي بون اوكي. توا باش نحطها في الفريجيدير وباش نعملو التيست تيست. والله بنين ماهوش خايب جملة، اما التفاح اللي عندي انا ماهوش حلو هكا قارص شويه، دونك طعمت القروسيه متاع التفاح. اما بنين بدت احلى القاعده. خليني نحكيكم على فازه. شوف وي مشيت بكري نجيب في كولي باش نوريهولكم شنو على خاطر متابعه البادي كير والسكين كير وكل شيء، يعني داخل في الجلو اب سيريز متاعنا. ما نعرفش كان جيت قدامكم في الانستغرام طفلة اسمها ايمي، وديما تحكي على كيفاش معناتها she helped her skin to be smooth and bright وكل شيء، وديما تحكي على 2 ingredients كهو معناها في البادي كير متاعها، واللي هو فازلين ورايس بران اويل. Amy has smooth skin and white armpits because she has money. Girl, who said anything about money? Girlies, listen. I'm going to show you guys a cheap body skincare recipe that you can make at home that actually healed my back acne and helped whiten my armpits. I do this routine 2 or 3 times a week. Like, who said anything about money, girl? Like, there's no more excuse after watching this video, okay? First, you're gonna grab a bowl and a wooden spatula. And only 2 ingredients, okay? Vaseline and rice bran oil. It has to be 100% rice bran oil, not those like cheap kind, okay?
You're going to get Vaseline or any type of petroleum jelly. You're going to scoop up a good amount of Vaseline. It depends on how you want the thickness to be. Put it in the bowl. Next, rice bran oil. You're going to put about a good full spoon. Next, you're going to mix. You want the consistency of a mashed potato. Next, you're going to take this rice Vaseline mixture and apply it onto your skin like this, especially on the areas that are very dry or areas that need whitening. So حبيت نجرب نفس الكونسيبت متاعها ونشوف كان تنجح الحكاية ولا. وأول حاجة كان يلزمني ناخذها هي بيان سور رايس بران اويل. في الاخر I got the rice bran oil gusto leggero e delicato. ما يعرفوش لي انا منيش نحطه في الماكله ولا منيش نجربه اصلا في الماكله. ممكن شويه خلطهم مع بعضهم كيف ما هي تعمل، ومن بعدها ندهنهم على البلاصه اللي انا معناتها نحب نرتبها ونضويها اوكي. وسالت تشات جي بي تي عليه وقال لي راهو ينجم يكون ويل ديماكيون باهي. دونك باش تعمل دبل كلينزينج، تذوب المكياج ملول بالرايس بران اويل، ومن بعدها تغسل وجهك. فما برشا معناتها براندز ديجا يحطوا الرايس بران اويل في البرودكتس نتاعهم. I will always show you the before and after. So I'm back. توا الوقت هو 5 متاع العشية وتوا انا بديت نجوع. صار باش نعمل روز وسكالوب المرة هذي. I will add some vegetables للروز. الحقيقة باخلة مش نورمال على السلسبور اليوم، اما نتصور اللي I'm lazy على خاطرني ما كليتش، دونك حاسة روحي هكا باتري فيبل. باش نعمل لانش اللي هي at this point باش يولي dinner ما عادش لانش. باش نمشي للسالة على خاطر I literally have no choice. يلزم نمشي للسبور. يلزم. وليت نتفرج على French YouTubers أو كمنه entertaining ومنه learning the language. وفما حاجة أخرى نحب نعملها من بعد إن شاء الله كي باش نخرج. يلزمني نخرج نعمل حوايجبي. Vraiment là, j'ai le visage tout gonflé encore. En fait, j'ai absolument pas mesuré l'endroit où je voulais déménager en 5e, je pense. Ouais, je pense que c'est le 5. Bah, personne idée en fait. Ce lit là. Mon canapé lecture, donc ça va partir. Et je vais mettre la télé là. كنت ماشية للسبور في أمان الله. جيت باش ناخذ سمارت واتش نهزها معايا نحسب الكالوريز وكل شيء. لقيتها مقطعة من هنا يكون منجمش نلبسها. أما من بعد عرفت شكون اللي قطعها. ترى هذيا مشي صدفة، هذيا فعل ودمرها ولكلكها ومشيها وشبع فيها. الغزول الكل خرجوا فيها. enfin تحلحزت وخرجت من الدار وما هزيتش الميكرو معايا المرة هذه على خاطر نحبش نعمل الفضح. Oh my god. انا فخوره بانجازاتي البارح اللي انا مشيت للسبور في الاخر وكليت الكالوريز هذوكم اللي قلت لكم عليهم. يعني هذاك شنو كليت نهار كامل، عوضت على البارحه الاولى في النهار اللي بلبست فيه. قاعدين نتحسنوا. اوكي سو شفت برشا عباد يعملوا تريك متاع انهم
يصوروا السكين متاعهم على قريب ويبعثوها للتشات جي بي تي، يعني على قريب مش باش تبعث له وجهك الكل، اما جست باش يشوف السكين متاعك وتقولوا اعطيني دياغنوستيك للسكين، معناتها اسكو دراي اويلي شنو تستحق. دونك مشيت عملت هكاكا، وانا عندي برشا بلاك هيدز مقلقيني الحقيقه، عارف اليوم عاديين حاجه عاديه، انا حسيتهم they're spreading ولا كيفاش. وحاجه اخرى نعرف اللي my skin is so dry وما عنديش توا معناتها كريمي دغاتونت، دونك قلت له شنو يستحق وجهي، وقال لي يستحق moisturizer obviously. اللي بور هذوكم يتنحاو بالساليسيليك اسيد والترتيب بالهايلورونيك اسيد. Based on what ChatGPT said, I need hyaluronic acid, salicylic acid ومويسترايزر. دونك مشيت وكمانديت الكماندا جاتني توا، هم عاملين بروموسيون. خلينا نوريكم بالواحد ساليسيليك اسيد، وهذايا من بعد ما كمانديتو، يعني literally من بعد ما نزلت على اوردر ناو وكمانديتو ومشيت دخلت لتيك توك، نلقى بنات صاير فيهم مصاير جرت هذا. باش نعمل لكم كويك ديسكليمر باش نتجنب انه نحطه على وجه الكل، مانيش نحطه على وجه الكل مانيش نحطه على وجه الكل. دونك طريقه الاستعمال متاع هذا، نحطه على البلاصه اللي فيها لي بور اللي مقلقتني هي خشمي الاكثريه، نحط قطره على خشمي ومن بعد طول نلبز عليه المويسترايزر، خليوش يقعد شويه ولا حاجه، نقطه طول ندخل عليه بالمويسترايزر. حسب ما عملت ريسيرش متاعي وكل شيء قالوا هذيك هي اكثر طريقه امنه تستعمل بها الساليسيليك اسيد. اوكي نيكست عندنا الهايلورونيك اسيد، يجي زاده قبل المويسترايزر يرتب، اما باش تثبت الترتيب متاعو يلزمك تحط مويسترايزر بعده. بديت نفهم لها امور سكان وفازات. اذا هو الهايلورونيك اسيد. نيكست عندنا المويسترايزر ميني، اما كانوا عاملين بروموسيون ويعطيو مويسترايزر as a gift. دونك كيف خذيت واحد كان عندي الحق اني نزيد واحد اخر بالشوا متاعي natural moisturizing factors and hyaluronic acid، وخذت منه زوز وزيدوا. انا قاعده نسكرولي وكل شيء تهورت وخذيت حاجه اخرى كومبليتمون اللي هي هذا كافيين solution 5% وتتحط under the eyes. قالك reduces the appearance of dark circles and puffiness. ما فما حاجة ناقصة اللي هي النياسيناميد ناقصة، وأنا ما خذيتش نياسيناميد على خاطر كمانديت من يستايل but it will take forever to deliver. هذه هي الكولكشن اللي خذيتها. عاملين ندوج عليه باش نكتشف اللي هو لنا وسط الحوض. هذه المره هزيت الميكرو مغرك الشوشو متاعو ايش باش نعمل حوايج بي. هذه المره بالرسمي باش نعمل حوايج بي وباش نمشي نعمل دوره في المول باش ناخذ شويه حوايج هكا متاع هايجين لايك باند بوش جيل دوش. we're gonna have fun spending money. Rosemary and hair mask. You go to the basket. How cute is this? ذي اللي تحط فيها الماسك هكا وتخلط وتعمل ماسك متاعك على ميزون. شو لقيت له هنا لمارك كوريين Advanced Snail. انا هذايا البرودكت جربته وما كملتوش.
قلت لك انت يعني الحكه معبيه خيشتو كنت بعجبني الجمله بس خليني نتلبط وما عمل حتى شيء يصلح معي ما غدوه القرح شايحه. انا هذايا اتس نو نو فور مي. اما قالوا لي السبراي خير جربت انا هذا جربت هذا these colors انا روك انا مش ناخذ هذا حسيتو مزيان يجي معناتها. لقيت هذا from Pure and Care جيل دوش interesting فيه فيتامين سي هو body oil gel wash so I think I'm gonna take this one. مشيت شوية شوف شنو لقيت nourishing hair mask. ما هذه سطل hair mask. الكمية متاعه مغرية اما هل هو باهي مندري وش سمو 4 اورو كهو يجيب الشك شوية. ما بالرسمي شوفوا انا خذيت هذا اللي سمو يعني لوجيك هذا اللي لوس ماسك بنان فما بنانا زاده فما اللي بالبنانا غادي شوفوا على حسب شنو تجربتي قال لي باش ناخذ هذا I will try it وتنعطيكم اللافي متاعي من بعد وباش نحي الاخر خاطر سي با باش ناخذ الزوز. لقيت لنا بدون ليستيرين مش دبوزة عادية ليستيرين بدون يعني انا باش ناخذ بدون ليستيرين وسطل هير ماسك ما تيك كولمنت بيرفكت. عندي عولة متاع شهرين توا كم شكل. Okay, we're finally done spending money. اليوم نهار الخميس and today is the day. قولوا لي علاش اليوم هو نهار everything shower و you cannot glow up without the everything shower. spicy read. حبيت نوريكم الروتين متاعي متاع everything shower. I'm drinking my skin juice. بسم الله. عندي قطوس بحذايا ما حبش يريد ما حبش فيش تلحس فيش كنت تاكل ان شاء الله تكون كنت تاكل في ماكلتك مش في حاجه اخرى. نرجع للموضوع. دونك جاني كولي صغير من شين ديجا حليته اما ما حليتش البرودكتس بيدهم يعني منظروا هكا. دونك لهنا عنا ما حبيتش تطلع. خذيت الكلاي ماسك هذا هو ديب كلينزينج ماسك ماسك كيف يقلل من لي بور اللي عندك. دونك كيفاش تستعملوا من بعد ما تنظف وجهك وتعمل التونر متاعك. I don't have a toner. استعملش التونر. I don't know if كان باش نستعمله باش يبدل لي حياتي ولا اما حتى لتوا ماهوش موجود في سكين كير متاعي. 1 or 2 times a week. quick disclaimer مرة أخرى هذايا ما تستعملوش في نفس النهار مع الساليسيليك أسيد سينو تهريه وجهك. حتى هذا راو مرة مرتين في الجمعة ماهوش بتاع كل يوم. عندي فضول اني جست نشم ريحته. فما شكون زاد عنده فضول انه يشم ريحته. اعطينا رايك في الريحة. اللي بعده يقوي يساعده. اوكي ديجا حكيت لكم عليها. هذيا باش نحط فيها الرايس بران اويل. ان شاء الله ما تكونوش تسمعوا فيهم الجيران على خاطر انا كسروا لي راسي. اوكي جبت القماعه وتا باش نصب الويل. ما يتحشيش القماعه لان نمشي نجيب قماعه اصغر ونجي. جبت القماعه بسم الله فاينلي عبيتها. هذايا هو زيت الاكليل. هذه ثاني مره نشريه واول مره استعملته كان باهي الحقيقه. ما حسيتش وقت التغيير الكبير يعني في الاخر هو it's a cheap product اما it's a cheap for a reason على خاطر هاكم باش تشوفوا الدبوسه برسمي صغيره على الاخر معناها شوفوا بربرليدي اما باهي وسوتو باهي مع المساج. وهذا
يتعمل زادة في الاطراف متاع الشعر. اخر حاجه لهنا جست تاخدي شكاكل كيوت. ندشن بالوقت انا راي ونصبرش. دونك جبت كل شيء قدامي باش نحكي لكم توا على روتيني في ال everything shower. So if you're a boy, please, I want you out of this video. Hi girls, باش نحكيو real talk. ال everything shower for me نبدا بال oiling the hair. ودجا وريتكم الدو اللي انا نعملها. بون هذا استعملته قبل وباهي، هذا ما نعرفش مش نستعمله. اما هذيك هي ديما فما زيت اكريل في فروه الراس وزيت الكوكونات ولا الجوجوبا ولا الموند اويل في الاند. نعمل الكليل في السكالب والباقي نعمل فيه whatever الزيت اللي نعرفه المهم متاعه هو ترطب الشعر. دونك بعد الاويلينج نحط راسي في هذه تتحل هكا ونسكر بها ونخليه هكا الزيت يتغلغل ونمشي نتعدى المرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها يلزم تكون موجوده في كل everything shower على خاطر اسمه everything shower على المرحله هذه يعني اللي هي الشيفينج الواكسينج. for me I like to wax. I use this لحقة براتيك ودايوغ سايي معناتها I think yep. دونك عندي ريشارج لهنا ماله محسنة مضمنة and you for sure need these. عندي الزيت هذا نحي بيها كالتلبيط وكل شيء. next عندي هذه one blade اللي هي هذه تجي معاها protection نجم alright wait تحط protection and you shave. حسيو this is an intimate skin protect blade. If you can wax your intimate areas, good for you girl. For me this is way easier. نحب نقول لكم اللي انا راسي officiellement تكسر بالرسمي راسي تكسر اكسكيوز البلاصه الحمراء اللي عندي لهنا حكيتها على خاطر سي نورمال باش تكون السكين ايغيتي شويه من بعد ما عملت حواجبي. حطيت عليها الكريم ريباراتريس نتاع افين و وي هوب انه المنظر ذا ما يطولش. نتعداو للوجه البرودكتس اللي نستعملهم للوجه. نستعمل هذايا موس نيتويونت نتاع فيتشي كما قاعدين تشوفوا وصل لهنا. عندي تفتوفه انا توا موس نيتويون كله على خاطرني استعملته بالغلط. كيفاش استعمله؟ نبدا ننزل 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 برشا مرات لين تولي عندي هاي كعبه الموس في يدي هاي كعبه الموس ومن بعدها احطها هكا في وجهي ونبدا هكا الساتيسفاكشن نتاع الموس هكيكا. هذه في لحظه توفالك. اللي يلزمك تعمله هو انه هذه من با تنزل نزله كامله لو توصل للنص النزله نتاعك للنص ويكون عندك الكميه اللي باش تكفيك تغسل بها وجهك. وبعد نعمل سكراب. اما ما نعرفش اسكو باش نعمل المره هذه ولا بويسك باش نعمل كلاي ماسك هذا وما عينيش باش نعمل تو ماتش على وجهي. هذا باش نعمله بعد الشاور مش قبل. مازلنا ما وصلناش للمرحله هذيك اما هانيش نحكي لكم. باش نعمل هذا بعد الشاور على خاطر بالماء سخون لي بوغ يتحلوا. دونك يا حبذا تعملهم وقت اللي لي بوغ نتاعك يبداو محلولين. باهي ندخلوا في الشاور. اول حاجه exfoliation. ما تعملش exfoliation قويه يعني جست gentle exfoliation خاطر ديجا نحنا عملنا واكسينج. دونك هذيك وحدها ديجا تنحي الجلده الميته وتقشر معناتها البشره وكل. دونك سي با لا بين باش تعمل انت تقشير كبير. بالنسبه للتقشير كاسه صابون اخضر and that's it. ساعات نستعمل هكا الحكوك هذوكم اللي فيهم اكل السكر ويبدا فيهم ريحه وكل شيء. ما همش خايبين تحفونين يخليو هكا الريحه نتاع جيل دوش والريحه نتاع البروم تشد اكثر فيك. ما في ساعه يوفاو. بعد الاكسفوليشن نجيو للشامبو. شنو نستعمل؟ انا نستعمل هذا الزوز واحد متاع القشره وواحد متاع لونتي شوت. انا كنت طول عمري نعاني من القشره وخذيت شامبوان اللي هو هذا
على فكرة راني انا ما استعملتش هذا الكل، يعني استعملت هكا كل شيء، اما من بعد وليت نظف بيه القاعدة. بالنسبة لي انا مشيش معايا جملة. اول مرة ناخذ كلوغان في حياتي، وما عادش ناخذ كلوغان في حياتي. كان عندي قشرة في شعري وحبيت نحاها، حبيت ندواها، خذيت هذا بالفارماسي، روحت فرحانه. من بعد الغسله الاولى زاد لي القشره، من بعد الغسله الثانيه قلت الغسله الاولى ما يسالش ما نحكمش عليه من توا، الغسله الثانيه الثالثه الرابعه القشره تمشي وتزيد تمشي وتزيد تمشي وعلى برا، معناتها ما عمرها ما نقصت لي، ما عمره ما نحى لي القشره، بالعكس قاعد يزيد فيها. كاين يقولوا بربي يلي تنحي القشره زيد لي القشره، ما فهمتش شنو تركيبته الحقيقه، هذا انا ما مشاش معايا جمله. من بعد خذيت هذا اللي هو متاع فيتشي ديركوس تحفون، الحقيقه اللي هلكوا هذا صلحوا هذا، بويسك انا توا دويت القشره بيه، دونك ما عادش نستعمل فيه برشا، اما ساعات نعمل غابيل، نعمل طليه، نقولوا نحنا طليه، ما نعرفش كنتو ما تقولوا طليه زيد ولا طليه بالشامبوان هذا، ومن بعد نعمل طريقة بالشامبوان هذا اللي هو متاع لونتي شوت. يعني من الاخر في الافريثينغ شاور الشامبوان متاعك باش تعمل منه طريقتين، واحده باش تنظف السكالب وواحده باش ترغي بالقدا، على خاطر ديما الشامبوان ما يرغي كان على المره الثانيه. بالنسبه لهذا عندي برشا نستعمل فيه، ديجا كان عندي صغير ومن بعدها خذيت الفورمه الاكبر، معناها خبرة انا توا مع هذا. من دول كنت مانيش فهمته، معناها اسكو هو بالرسمي قاعد يحسن لي في شعري، يعني نحي الشوت اللي عندي ولا لا، ما كنتش فهمته. اما من بعد كيف نرجع للتصور متاعي قبل، خاطر انا ديما كي يبدا شعري مثلا نحسه فارغ ولا مقلقني نصوره، باش كان استعملت حاجه اخرى من بعد وحات لي الشوت وكل شيء نبدا عارفه لي هذيك هي الحاجه اللي عاونتني. دونك تنوريكم تصويره شعري كيفاش كان قبل ما نستعمل هذا وبعد ما نستعمل هذا. نجيو من بعد الماسك متاع الشعر، نحب نقول لكم راني انا استعملت ختمه، هذا بالنسبه لي انا حاجه زايده، يا نستعمل ختمه يا نستعمل ماسك، والماسك اثقل في الترتيب وكل شيء، دوك نستعمل الماسك طول، اما على كيفك في الاخر وانتي وشنو يساعدك، خاطر كل حد كيفاه. كنت نستعمل في الماسك هذا حقيقه باهي ديجا وفيتو، يثقلها هكا الشعر. بما انه خرجتوا معايا البارح عملنا الشوبينج، اسطل متاع الماسك هذا باش نجربه، دونك توا في الفيديوهات الجايه نوريكم نقولكم معناتها شنو رايي فيه، باش نخليوك الشعر ملموم في الماسك، وباش نمشيو نعملو جيل دوش. الحقيقه نستعمل نامبورت كل جيل دوش. بعد كملت الشاور متاعي باش نعمل الماسك متاع الوجه فور ذا لوشن. ديجا قلت لكم انا شنو باش نعمل الفازلين والرايس بران اويل. توا وصلنا لمرحله قبل ما نشيح شعري ناخذ البروتكشن، وكان عندي هذايا متاع بروشي ووفي، بنيت هذم الزوز this one wins. هذايا في حاجه خايبه على الاخر اللي هو يزيت الشعر، نعاود نشري بروشي اما نعاودش نشري هذا كيف يوفى. بعد باش نعمل السيروم هذا نتاع كيراستاز جست قبل النوم، ومش نستعمل فيه كل يوم على خاطر it's too expensive to use it every day. الحقيقه هذا يعجبني على الاخر، يرد لك شعرك سموث ماهوش مصيش كيف ما نقولوا نحنا. Good morning. مش نبدأ نحكي في girls don't judge yet. مشت ونبدأ سرح فيها بشوية بشوية. I'm back. وأسألوني علاش عاملة هكا. تو سامبلومون قررت اني مش نقص قصتي، حبها هكا هي حوايجبي، مش هكا الكلها معناتها، بس باش نعملو ديغراداسيون وفازات وكل شيء. دونك اول حاجه عملتها خذيت مثلث وقاعده نسوي فيه، دونك تو باش نعملها بالبلاك باش ما عادش يبدا فما الكيرلز. باش ناخذ طرفه صغيره من الوسط، بسم الله.
امبوسيبل، ظهري قصيتها اكثر من اللازم البنات. هي خطر لها باش تقعد متنقرة، خذيت طرفة صغيرة دونك سافا مانيش في الخطر. trust the process. اوكي دونك باش ناخذ اخر خصلة باش نستوي هذه. بسم الله استويناها. توا باش نعملوا التشك هكا اللي باش نبلنديو بها كله مع بعضه، اما باش نعملها هكا اوف كاميرا الحقيقة. شو رايك؟ It was at this moment that he knew. He fucked up. دونك توا I'm gonna do my makeup. عندي هذا إدرا برو جلو متاع كيكو. قبل المكياج نعمل كونسيلر اكاهو، ما نكثرش زاده من الكونسيلر. نحب نقولكم اللي انا ما لقيتش البلندرز متاعي على خاطر فما كاتوس صغرون عايش معانا ديما يحب يلعب بيهم وديما يحشيهم اللي تحت الكنبه باش نبلندي بصوابعي. دونك باش ناخذ هذا من شي جلام، واحده متاع كونتور صغيره على خاطرها متاع خشم، وهذاك شنو باش نعمل بالضبط؟ باش نعمل شويه كونتور في خشمي. بالنسبه لي في المكياج ما فماش قوانين، تعمل شنو تحسه يخرج عليك. دونك تو باش نعمل الايلاينر اوف كاميرا ومن بعد نرجع لكم. كملت الايلاينر. قبل ما نقولكم باي باي حبيت نشكر كل حد بعث لي ميساج ولا كتب لي كومنتير باهي. نحب نقولكم راني انا توا لهنا على خاطركم انتوما، على خاطر تشجيعكم انتوما، على خاطر كلامكم الحلو. باي باي ونشوفكم في فيديو جاي.